طالبت النيابة العامة في نانتير في الضاحية الباريسية إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم إحالته إلى محكمة جنائية بتهمة. إلى فرنسا، حيث نددت محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي وجهت له تهمة نددت بمحاولة ابتزاز يتعرض لها اللاعب الذي ينفي بشدة الاتهامات الموجهة إليه. أن توجيه الاتهام سيتيح له أخيرا إمكانية الدفاع عن نفسه. Te voy a ser sincero en esto. Es la primera vez que alguien va. أشرف حكيمي متهم بالاغتصاب ويقدر يتحكم عليه ب15 عام سجنا. وشنو قال صاحبه كيليان بابي على هذه القضية؟ أشرف حكيمي واحد من أفضل اللعابة ديال المنتخب الوطني على مر التاريخ. النيفو ديالو غيخليه يتكلاسا كواحد أفضل ظهير أيمن على مر التاريخ من بعد ما قدم واحد المستوى تاريخي خلاه يكون ما بين المرشحين على البالون دور، بحيث باقي غير شي شهر ويتعطى. كنتفاجئوا بالقضية اللي كانت في 25 فيفري 2023. أشرف حكيمي غيجاوب واحد السلقوطة في انستغرام وغادي يعرض عليها تجي عنده للدار، وفعلا قبلات وغيصيفط ليها واحد الشيفور. من بعد ما عجبهاش البلان وخرجت من الدار ومشات نيشان للكوميساريه وقالت لهم بغى يغتصبها وتحرش بها وبغى يتقرب منها وهي ما قبلاتش. هاد القضيه خرجت عن السيطره ولات راي عام، وخرجت في هاد البيريود في واحد الشهر اللي في اوروبا وفي المغرب كلشي خارج كونجي، ما يقدروش يتطرقوا ليها حتى يرجعوا من الكونجي، يعني تيسالي البالون دور. وخرجت المجله تاع ليكيب بواحد الميساج بريفي انك تقول لصاحبتها راني عندي ليه فلوسه ولا نخليه ينعس ونشفرو ولا الناس معاه ونغرقو. وخصوصا كاين في فرنسا عصابات معروفه عليهم كيصيفطوا البنات عند المشاهير وكيشدوا عليهم شي بلانات باش يبتزوهم بها وياخذوا منهم فلوس كبيره. Qu'à preuve du contraire, pour nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf, on le soutient et voilà. Et comme je lui ai dit, il faut qu'il pense au football d'abord. Il y a des gens qui vont s'occuper de ces affaires-là pour lui, mais nous on est tout cœur avec lui. Et Achraf, je pense que ça lui fera du bien justement de rentrer au Maroc, de sentir le soutien et de sentir qu'on le soutient. Voilà.